هعمل لكم النهارده ماسك الفحم زي ما انتم شايفين كده. انا طبقته على بشرتي وهسيبه ينشف تماما. مش عايزه اقول لكم النتيجه وهم ازاي. هتنبهري من اول مره، بيشد وبيصفي البشره خالص، وغير كده كمان بيديها توريده كده وتفتيحه. عجبني بصراحه، غير النضاره والحيويه اللي بتكون في البشره. كملي عليه بقى من دلوقتي لغايه العيد. استخدميه من مرتين لثلاثه في الاسبوع. الوصفه سهله جدا، وهتسيبيه على البشره من 25 دقيقة لغاية نص ساعة. بجد النتيجة خرافة. الماسك ده من الحاجات اللي بيشد البشرة جدا واللي بيصفيها، وكمان بيشيل كل البثور السوداء. تعالى اقول لكم نعمله ازاي بطريقة ومكونات سهلة قوي. اول حاجة هتجيبي الفحم اللي عندك، ويفضل يكون فحم نباتي طبعا علشان يكون مناسب للبشرة. هتجيبيه وتحطيه في كيس بلاستيك زي كده. انا بصراحة لما بحطه في الكبة او المطحنة عندي بيغبر لي الدنيا وبيبهدل لي الدنيا خالص، فانا ما بحبش الحركه دي. بحب احطه زي ما انتوا شايفين كده، وافضل ادق عليه وبعدين اصفيه. الفحم من الحاجات كمان اللي بيسحب كل الدهون الزياده من البشره. فالماسك ده كمان مناسب قوي قوي لذوات البشره الدهنيه والمختلطه، اللي هم بيبقى عندهم دهون زياده وافرازات دهنيه للبشره، اللي بيبقى عندهم كمان نسبه بثور سودا وبيضة كتير. انا بشرتي جافه، عشان كده انا هضيف عليه الاضافه اللي هتشوفوها دلوقتي معايا. ما تجروش الفيديو وخليكم معايا، لان الماسك ده حقيقي جامد جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا طحنته خلاص وبعدين صفيته عشان اخد الباودر بتاعه. هضيف عليه بقى معلقه من جل الصبار. جل الصبار برضو بيساعد على التفتيح وازاله التصبغات وازاله البقع اللي بعد اثار، اللي هي اثار الحبوب، يعني اللي بعد الحبوب. ادمجي كده المكونات مع بعض كويس. تعالوا بقى لو انتي بشرتك جافه، حطي معلقه من العسل زي ما انا هحطه دلوقتي، عشان انا هحطه على البشره عندي. فمحتاجه حاجه ترطب بقى، مش تشيل الدهون وتنشف لي البشره. حطي معلقه من العسل، وكمان لو عندك زبادي حطي نص معلقه من الزبادي. الماسك ده كملي عليه من مرتين لثلاثة في الأسبوع. لو انتي بشرتك دهنية وبتفرز دهون زيادة وبتزهقي، وطبعا الجو دلوقتي ابتدى يحرر، حطيها 3 مرات في الأسبوع. لو بشرتك جافة ضيفي معلقة العسل، وكمان لو عايزة تحطي معلقة زبادي، بس أنا اكتفيت بالعسل بس. ضيفي معلقة العسل ومعلقة الزبادي واستخدميه مرتين في الأسبوع، كفاية جدا. هينشف خلاص وتغسلي البشرة. مهم قوي 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 بقى ترطبي بعديه. استخدمي كريم ريتشي بانسينول، من الحاجات